الكلام ده ضد مصلحه النادي. ولو في حد مفهم حضراتكم ان الكلام اللي حضراتكم بتقولوه ده وبتعملوه ده في مصلحه النادي، انا بقول لكم اللي بيقول لكم كده بيورطكم وبيورط نادي الزمالك. الكوره لها قوانين، هتخرج عن القوانين هتاخد على دماغك بكل بساطه. الكوره ليها قوانين، هتخرج بره القوانين بتاعتها هتاخد على دماغك القوانين بتاعتها. انما انت طالما زي ما كده مرتضى منصور بيعمل بقاله سنتين، شغال راجل شغال صح 100 الراجل المدير الفني بيشتغل، بديله مساحه، ما بعملوش بالقطعه، بخلي الجهاز اللي معاه اللي شغال الجهاز اللي بيريحه مش الجهاز اللي بيعكسه والجهاز اللي بيهاجمه والجهاز اللي بيصدر له مشاكل. اكبر مشكله ممكن يواجهها مدير فني ان يبقى معاه جهاز فني بيصدر له مشاكل. النهارده انا شايف قدام عينيا الجهاز الفني بتاع نادي الزمالك، الجهاز المعاون بيصدر لفريرة مشاكل، ما تزعلوش مني. بيصدر لفريرة مشاكل، الكلام ده لازم يقف. يا اما الناس تتجاب، هو ده نظام الشغل، الراجل ده نمره واحد ولازم تفهموا ان هو نمره واحد وان هو سيد قراره وان هو لا مساس به، يا اما شكرا. انت ما زلت ابننا وهتفضل ابننا، ولكن ما فيش مجال ان انا اهز المدير الفني، لان خلي بالكم الكلام ده بيهز المدير الفني قدام اللعيبه. لعيبه الكوره اذكياء جدا، لما بيبقوا عايزين يبقوا اذكياء، بيبقوا اذكياء وبيعرفوا يشغلوا مخهم ويعرفوا لو في صدع او خلل او اي انشقاق موجود ما بين المدير الفني وجهازه المعاون وبيبتدوا يشتغلوا عليها. عارفين كده الاب والام متطلقين، الاطفال بيبقوا اذكياء جدا، بيعرف ازاي ياخد حته من هنا وياخد حته من هنا وياخد مصلحته من هنا وياخد دي من هنا عشان يطلع في الاخر هو كسبان. ده بالظبط موقف لعيبه الكوره لما بيكون في انشقاق او عدم تفاهم، او الراجل المدرب العام او الناس اللي شغاله مش 100 في ظهر المدرب، لعيب الكوره بيبتدي يخش بينهم، واصل كابتن فلان قال لي واصل كذا وصل وبتاع، ودي بدايه الانهيار. نصيحه ابن مهما كان موقعي فين وانا موجود فين، فانا ابن نادي الزمالك. ما يحدث لا يصح، ما يحدث لا يصح. مدير فني كبير وعنده خبره كبيره، والنهارده نادي الزمالك بيمتلك مشرف عام على الكره امير مرتضى، راجل صغير السن ولكن دلوقتي اصبح بيمتلك خبرات كبيره، وواحد من اهم التروس، بل يعني ترس مهم جدا. مش عايز اقول الاهم عشان مرتضى منصور ما يموتنيش، ولكن ترس مهم جدا امير مرتضى منصور. النهارده وهو موجود وشايف الموقف وقاريه لازم يتحرك. مش بقول ان الجهاز المعاون يمشي او حد من الجهاز المعاون يمشي، ولكن لازم الامور تبقى واضحه، الامور تبقى كلير. الرئيس رئيس، مين الرئيس؟ مين الرئيس؟ فريرة، مش رئيس النادي، مش برضه عشان مرتضى منصور ما يزعلش مني، رئيس الفرقه هو اللي سايق المركب بتاعت الفرقه، المسؤول الاول عنها، المسؤول الاول والاخير. ومش محتاج اقول لكم يعني انتوا المركب اللي ليها رئيسين بتروح فين؟ ما بتروحش حته خالص، بتسقط، بتغرق. او المركب اللي ليها رئيس وشبه رئيس بتغرق. جمهور الزمالك واعي وداعم للفريق وللنادي، ويجب ان يكون هناك دعم كامل دون شروط لفريرة. ليه؟ مش عشان هو مدير الفني للزمالك بس، لان هو قدم ما يستحق الدعم، قدم ما يستحق الدعم في اللحظة اللي الجميع هيلتف حول فريرة مرة أخرى، سواء بموافقة الجهاز المعاون أو برفضه وتركه للمهمة. ما تزعلوش مني، يعني ممكن يكون الكلام اللي بقوله قاسي، ولكن مفيش طبطبة في الأوقات الصعبة. أنا عمري في حياتي ما كنت رمادي في الأوقات الصعبة، يا أبيض يا أسود. هتاخد مني دايما
اللي هتشوفه يعني. لا هتاخد مني اللي انا هقوله لك. وناس كتير ساعات بتزعل مني، لكن هو ده، انا هعمل ايه؟ ما اقدرش اتغير. حاولت اتغير لكن ما عرفتش. فما تزعلوش مني تاني. اللي بيحصل في نادي الزمالك يعني النهارده، اخسر ماتش كوره عادي، اخسر ماتش كوره مفيش مشكله. كل الدنيا هتمشي تاني وهترجع للقمه تاني، والاهلي ممكن يكسب، والنهارده بيراميدز بيغير مدرب ومدرب تاني يجي يعيد تنظيم الفرقه فيرجع ينافس تاني. كل ده بيحصل، متقلبات وابس اند داونز بتحصل طول الموسم. لكن مين بيتعامل بشكل جيد مع النتائج السلبيه؟ مين؟ هو ده اللي هيكسب الدوري، هو ده اللي هيكسب بطولات، هو ده اللي هيكسب افريقيا. هل في قانون كرة القدم في ان انت تتغلب ماتش كوره فيبتدي الجهاز المعاون يطلع اخبار عن وجود انقسامات وان اللعيبه واقفه زون في الكور الثابته وبتاع؟ طب ما الزون في الكور الثابته دي اللي كسبتك دوري السنه اللي فاتت. ايه اللي جد؟ ايه اللي جد؟ وليه؟ ليه النهارده الكلام ده بيتم تداوله على صفحات الزمالك؟ ليه؟ انا بقول لكم ان الكلام ده خارج من الجهاز المعاون. اسمعوا كلامي بقى، انا راجل واخد دكتوراه في نادي الزمالك، دكتوراه، معايا شهاده دكتوراه في نادي الزمالك، عارف ازاي الامور بتدار جوه نادي الزمالك. الكلام ده ما ينفعش، وما ينفعش يتردد على قناه النادي الرسميه نهائيا. وتاني بختم كلامي في حديث عن نادي الزمالك، ان هل دعم رئيس النادي كافي للمدير الفني؟ لا، لازم يكون هناك دعم بلس حمايه.